السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا محبين الغموض؟ أتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هتسمعوا قصة جديدة في قناة أرشيف المحققة. عارفة إني بتأخر كتير جدا في تنزيل فيديو جديد، بس أتمنى تسامحوني لأني مشغولة جدا في المذاكرة، فادعوا لي ربنا يوفقني ويوفقنا جميعا إن شاء الله. عارفة إن المشاهدات قليلة جدا والمتابعين، بس أنا بفرح جدا جدا لما بشوف حد عمل لي لايك أو كتب كومنت يفرحني. بحس إن العالم كله اتفرج على فيديوهاتي. بس أنا متأكدة إن القناة هتكبر وهنبقى عيلة كبيرة، ونبقى أكبر قناة بتحكي قصص رعب وجريمة إن شاء الله. وشكراً على أي حد بيتفرج على الفيديو وبيكمله للآخر. حبيت بس أقول قبل ما أبدأ الفيديو إن القصة دي اتحكت على لسان صاحبتها، والعهدة دايماً على الراوي. لكن اللي لازم نفهمه كويس إن الغيب لا يعلمه إلا الله، والجن عالم موجود فعلاً بنص القرآن، لكن ربنا حذرنا من الانشغال بيهم أو محاولة التواصل معهم، لأن ده باب خوف وفتنة وضلال. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي محاولة لفهم أحداث زي دي بعيد عن الذكر والصلاة والقرآن ممكن تجر الإنسان للوساوس أو الاضطراب النفسي، وده اللي بيحصل مع ناس كتير بتدخل العالم ده من غير وعي. الإسلام علمنا إن الميت لا يرجع ولا يتكلم مع الأحياء، وإن أي ادعاء للتخاطر أو رؤية الموتى هو إما وهم نفسي أو تلاعب من الجن. والنجاة الحقيقية بتكون في التحصن بالأذكار وقراءة آية الكرسي والمعوذات، وعدم تتبع القصص دي بدافع الفضول. فالتحذير هنا مش من الجن بس، لكن من الاستهانة بالعقيدة، لأن السلامة الحقيقية في القرب من ربنا، مش في مطاردة المجهول. بس عارفة إن المقدمة طويلة شوية، بس حبيت أفضفض معاكم شوية، حتى لو 2 بس هيشوفوا الفيديو. يلا بينا بقى نبطل رغي ونبدأ القصة. في ناس كتير بتقول إنها حست بوجود الجن، وفي ناس بتحكي تجارب تخوف، ودايماً بنسمع جملة العهدة على الراوي. القصة دي اتحكت عن واحدة ست اسمها نهى. قالت إنها كانت شغالة فترة في لندن في شركة سياحة أجنبية، واستأجرت شقة صغيرة قريبة من شغلها. إيجارها مناسب ومواصفاتها حلوة. في يوم وهي راجعة من الشغل حوالي الساعة 11 بالليل، وهي طالعة السلم، شافت بنت صغيرة شكلها بريء وجميل واقفة فوق وبتشاور بإيديها لفوق. نهى وقفت وسألتها عن أهلها، لكنها مردتش وفضلت تشاور، فنهى ما اهتمتش وكملت طلوع. بس أول ما وصلت للدور اللي ساكنة فيه، شافت بنت شابة قاعدة على السلم، لابسة فستان فرح وبتعيط بحرقة. البنت كانت كأنها مش شايفة نهى، وفجأة بصت لها بنظرة خوفتها وجريت واختفت. وفي نفس اللحظة سمعت صوت باب الشقة اللي قدامها بيتقفل بعنف، فاستغربت ازاي دخلت من غير ما تشوفها. دخلت شقتها وقفلت الباب وسمعت خبط. فتحت ما لقيتش حد، وأول ما قربت تقفل سمعت الخبط تاني، ولما بصت لقت البنت واقفة قدامها بتبصلها بنظرات مرعبة. حاولت تمنعها تقفل الباب، لكن نهى قدرت تقفله بالعافية. وبعدها سمعت صوت غريب، مش صوت بني آدم ولا حيوان عادي، كان زي زئير حاجة مفترسة، وبعده موسيقى صاخبة طالعة من الشقة اللي جنبها. فمن الخوف حطت قطن في ودنها ونامت. تاني يوم وهي طالعة شافت نفس البنت الصغيرة واقفة على السلم. كملت طلوع وهي مرعوبة، ولما وصلت دورها لقت بنت الفستان قاعدة بتعيط، ومعاها ست عجوز بتهديها. قربت وسألتها عن سكنها، فقالت لها أنا ليلى ودي بنتي مريم. ونهى قالت إنها حاولت تكلم البنت قبل كده، بس مريم بصت لأمها بنظرة حادة وطلبت منها ما تتكلمش، ودخلوا شقتهم. لما نهى دخلت شقتها لاحظت حاجة مرعبة، كانت شايفة انعكاس وش الست العجوز في كل المرايات والزجاج، خصوصاً أوضة النوم. ولما نورت الأنوار اختفى كل شيء. بعد شوية خبط خفيف على الباب، فتحت لقت ليلى ومريم بيطلبوا منها تشرب شاي معاهم. دخلت ولاحظت إن الأثاث كله قديم جدا، وسألت عن الموسيقى العالية، فقالت ليلى إن بنتها بتحب تسمعها كده. في اليوم الثالث نهى ما شافتش حد على السلم، بس أول ما دخلت شقتها سمعت خبط سريع. فتحت لقت البنت الصغيرة وشها مليان خوف، وبتشاور على الشقة اللي جنبها كأنها بتستغيث.
من الرعب قفلت الباب بسرعة، وفجأة كل زجاج الشقة اتكسر، ومع صريخ جاي من الشقة المجاورة قررت تروح تساعد. خبطت بس محدش رد. تاني يوم سألت حارس العمارة عن ليلى، بصلها باستغراب وقال: انتي تعرفيها ازاي؟ دي بنتها مريم ماتت من سنين ليلة فرحها. وبعدها بأيام الأم وأختها الصغيرة راحوا يزوروا قبرها وما رجعوش، وبعد فترة لقوا جثتين لست عجوز وبنت صغيرة في جنينة جنب المقابر، والطب الشرعي قال هبوط حاد في الدورة الدموية من غير سبب واضح. نهى دخلت الشقة بعدها ولقت كل حاجة زي ما شافتها قبل كده، وبتقول إنها دخلت علاج نفسي فترة طويلة، وكل الدكاترة قالوا اضطراب نفسي، غير دكتور واحد قال لها إن عندها حساسية نادرة تجاه الموت وبتحس باللي ماتوا. ومن ساعتها بتقول إنها بتحس بقرب موت ناس قبل ما يحصل، وأصعب حاجة عندها إنها بتشوفهم كل ليلة وهم بيحدقوا فيها. بس كده قصة النهاردة خلصت. لو عجبتكم القصة قولولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. دمتم في أمان الله وحفظه.